السلام عليكم. ما تيجي ما افكرك بالاربع مكونات اللي لو ضفتيهم لاي نوع مربى بتعمليه هيبقى معاكي الطعم عظمه. اول مكون اللي هو القرنفل او المسمار. هتجيبي قطعه من الشاش تكون معقمه او نظيفه وتحطي فيها من 7 ل 10 حبات من القرنفل. قفليها كويس وحطيها مع الفاكهه اثناء الغليان. المكون التاني هيكون معانا عصير الليمون، وده هيكون بمعدل عصير ليمونه متوسطه لكل كيلو من الفاكهه. المكون التالت اللي هو نص معلقه صغيره من ملح الليمون. وما تنسيش لما الفاكهه بتاعتك تستوي شيلي بقى الشاشه اللي كان فيها القرنفل. رابع مكون وده بنحطه مباشره قبل ما نطفي النار، اللي هو بيكون كيس صغير من الفانيليا. بيعمل ريحه حلوه جدا وطعم متميز للمربى لما بيتحطوا مع بعض. وتقدري تستبدلي الفانيليا او القرنفل برشه خفيفه من جوز الطيب. ونعمل اختبار التسويه بقى، لو الفصل اللي احنا عملناه في النص ده قفل يبقى المربى محتاجه غلوه ولا اتنين كمان. لو ما قفلش يبقى استوت وبقت زي الفل وبألف هنا. ويلا بقى على التوست سندوتشات المربى والقشطه، ومع السلامه.